سفاح متسلسل اتكشف عن جرائم بتاعته خلال الساعات الماضيه في التجمع الخامس، بيقتل ضحاياه وبيرميهم على الطريق الصحراوي. قتل اتنين، رمى واحد على طريق صحراوي اسماعيليه والتاني على طريق صحراوي بورسعيد، وكان محضر ان يقتل الضحيه الثالثه. اجهزه الامن دلوقتي بتلاحق سفاح التجمع الخامس وهو قاعد في التجمع الخامس في كومباوند شهير، وكان عنده شقه عازلها صوت عشان خاطر كان بيستدرج ضحاياه في الشقه يقتلهم، وبعد ما بيقتلهم يرميهم على الطريق الصحراوي. والتحريات الاوليه اثبتت ان هو كان مقيم خارج البلاد بقاله فتره كبيره جدا، ولكنه رجع تاني. هو اصله من اسكندريه ولكن هو عايش في التجمع الخامس اللي واخد فيه شقه بيستخدمها لقتل ضحاياه، وهو بيحمل جنسيتين، جنسيه اجنبيه والجنسيه المصريه. ولما رجال الامن سالوا جيرانه عن شخصيته قالوا ان هو كان قليل الكلام جدا وما كانش بيتكلم كتير، بس احنا كنا بنشوفه ان كان بيجي معاه واحده، احنا قعدنا مركزين معاه بس لقينا بعد كده ان هو بيجيله بنات تانية. واجهزه الامن دلوقتي بتراجع كاميرات الكومباوند تشوف حركاته وكان بيتحرك ازاي، كان مين بيروح له، كان مين بيجي له.